يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا بالمشتريات. حط يا دودو. بصوا يا جماعه في شنط مدرسه هنا برضو شكلها حلو قوي. فتحي. لا شكرا. حلوة قوي. بص دي. يا مساء الفل، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. وحشتوني قوي من اخر فيديو، بقالي كتير كده منزلتش فلوجات. فالنهارده هيكون فلوج حلو كده نبدا نستعد بيه للدراسه. ان شاء الله هبدا انزل كده النهارده اجيب بقى حاجات ديما، الحاجات اللي محتاجينها. اول حاجه طبعا وهي هنزل ادور عليها وهي السبلايز، عشان عندنا الاورينتيشن دي خلاص كلها يومين. فعايزه الحق اجيب لها كل الحاجات او كل الادوات المدرسيه اللي هم طالبينها مننا. ولسه طبعا بقى هشوف بقى الكوتشي والشرابات والتوك وحاجه البنات اللي انتوا عارفينها اللي ما بتخلصش دي. فالمهم هنزل دلوقتي، اول حاجه هعملها هنزل اشوف السبلايز. لو لسه في وقت وكده يعني في اليوم اشوف بقى بقيه الحاجات اللي احنا محتاجينها. ولسه بقى بصراحه ما قررتش في موضوع الشنطه دي، هجيب لها شنطه جديده ولا لا. انا كنت جايبه لها وهي رايحه كي جي 1، بس الشنطه حلوه يعني ماركه نظيفه. فانا لسه مش عارفه هلاقي الشنطه حلوه كده زيها ولا لا. هي شنطتها سليمه، فانا هوديها لها كده كده للدراي كلين ينضفها لها ويخليها لها بتلمع. ولو لقيت حاجه حلوه وسعرها كويس هجيب لها واحده تبدل فيهم. ما لقيتش يبقى ايه، نشوف هنعمل ايه يعني، هنشوف هنتصرف. واجيب لها بقى كوتشي وشرابات وكده. فان شاء الله يبقى في وقت معانا كده ونلحق نيجي. فالمهم يلا عيشوا معايا اليوم من اوله. وكل سنه وانتم طيبين، وسنه ان شاء الله دراسيه سعيده علينا كلنا. فيلا بينا على طول. اهلا. لو ازيكم يا اصحابي؟ ازيك يا حبيبي؟ هو ده يا دينا صح؟ واو دودو هتجيبي ايه؟ بص في ديما اشكال تحفه وكتيره جدا في اللانش بوكس. في حاجه درج اهي. بص دي في معلقه. شكرا. تحفه يا ديما. بصي كده، بصي ديما في اشكال وراكي رسومات. بصي تحت برضو دي حلوه قوي. بصي دي حلوه دي برضو. مش هقلق. بس ايه دي من جوه معدن، شكلها حلو. حلوه قوي. بصي بصي دي زي بتاعت سيلا. لا بس انا عايزه اجيب لك واحده كبيره شويه، يعني حاجه تكون اكبر من كده. يعني بصي حاجه دي كبيره. بصي دي حلوه، دي كبيره برضو. دي حلوه دي كبيره قوي. هتحطيها تعرفي تحطيها في الشنطه دي عامله كام؟ بصي حاجات متقسمه تحت حلوه قوي. حلوه دي. مش انتي قلتي عايزه لون بينك يا نصابه؟ يلا انزلي. بصي جنين الشنطة. يلا الشنطه حلوه. في المدرسة. بصوا هنا قسم الكشاكيل. بس نجيب ستر ومسطر. تعالي نجيب الأول الكشاكيل يا دودو. والمطلق. المقلاة نجيب الكشاكيل الأول ونجيب الجلاد وبعد كده نشوف الحاجات التانية. ماشي؟ فوق تمام. واو حلوين صح؟ كيوت. حلوة يا دودو ما شاء الله. ده بص في اشكال تانية. بص الاشكال اللي هناك دي حلوة. في حاجة قوي. في شنط برضو يا دودو.
مش فاكرة مين. حاجات مونتسيري. ممكن نجيب حاجة ليودا، ايه رأيك؟ بصي حاجات حلوة دي ممكن تبقى ليودا. وده برضو الاشكال. وبصي دول اجيب ليودا من دول، ايه رأيك؟ بصي في حاجات برضو حلوة قوي هنا. بس البوتل دي، بصي دي ما طالعه جديد. بصي دي حلوة قوي. بصي دي حلوه برضو. بصي بس انا عايزه اجيب لك، بصي دي تبقى حلوه عشان خاطر تحطيها في جنب بتاع الشنطه. بصي دي جميله والله. ده احلى. في اشكال حلوه قوي. دي كبيره دي جدا. حلوين. ده احلى. الله وبصي كيوت. طب بصي دي انا شايفاها حلوه برضو. بصي دي دمي. بصي دي حلوه وفيها شاليمو برضو. ايه رايك في دي؟ حلوة. كان واسع لو ممكن. عايزه دي برضو كيوت قوي. انت بتطقمي تفتحيها ازاي؟ تعرفي تفتحيها ازاي كده؟ بصي كده وكده. هنا لو عايزه تشربي من السيليكون، وهنا تشربي عادي من غير الشاليمو اللي جوه. شكلها حلو صح؟ بس دي هتدخل في الجنب بتاع الشنطه. انا شايفه ان دي حلوه يا دودو. بصي دي لا ده حلوة. دي كيوت قوي برضو. بصي يا جماعه في شنط مدرسه هنا برضو شكلها حلو قوي. طيب هتجيبي ايه؟ تعالي طيب. حلوة قوي. دول ايه؟ سكتشات؟ ايس كريم. ماشي. ايوه بصي الدج. الدوج هو بيحب الدوج، بس ما ده فاضي. عايزين نجيب له واحدة تانية تكون شكلها حلو يا دومي. ماشي، نلاقي له واحدة تكون على ازرق. تمام ده ازرق. ماشي. هاتي واحدة تكون شكلها حلو. بصي يا دودو كل دي اشكال. بصي برايات. بصوا دي استيكة. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا بالمشتريات. حطي يا دودو، حطي على مهلك على مهلك. تعالوا بنات بقى اوريكم الحاجات اللي جبناها. بصي الحاجه كده. انا جبت سبلايز عشان دهنها الميس. بجد كل سنه وانتي طيبه. هتوري لاصحابك الحاجات اللي جبتيها. انت بتعمل ايه؟ دي حاجتك دي. هات. تعالوا يا جماعه اوريكم الحاجات اللي جبناها. تعالى ده انا اعمل فيك ايه؟ ايه بتسقف ولا كأنه عامل حاجه؟ بيسقف. يلا تعالوا يا جماعه اوريكم الحاجات اللي جبناها. دي ما هطلع لكم. تمام، ده الاول. هطلع دول الاول. ماشي، هنركن دول يعني. ماشي. تعالى اللي بتطبل. تعالى هنا. تعالى. لا يلا طلعي يلا. بصوا يا جماعه ديما جابت ايه؟ دي كيوت قوي. بصوا يا جماعه دي اشتريت طبعا مقلمه شكلها كيوت قوي. هي طبعا اختارت الحاجات ديت واحنا هناك، فهي عجبتها. كان في اشكال كتير بس هو عجبها الشكل ده، فمبروك عليكي يا دودو. جبتي ايه كمان؟ طلعي وريهم. ايه دي؟ بتاعت ايوه. بصي يا جماعه دي ما جابت لايودا بوتل ليه هو يعني عشان ايه واحنا خارجين كده ما ياخدش ايه البوتل بتاعتها. فتمام دي كده بتاعت يودا. يلا ليك نصيب تشتري حاجه معانا. جبتي ايه كمان يا دود؟ وريني. مقص. اشتريت مقص بوتل. وجابت بوتل بتاعتها. واو. ايه تاني؟ دي بتتفتح كده. ايوه حلوه. بصوا يا جماعه البوتل دي اللي ديما جابتها اسمها نايس كول. فيها نصين. تمام، واحده للعصير وواحده للميه، فهي عجبتها عشان كده. استيكات وريهم شكلهم. روحي وريها لهم. بس كيوت.
يا جماعه في حاجات كده طالعه غريبه قوي، يعني بصوا شكل الاسكات دي عامل ازاي، شكلها كيوت قوي مجموعه كده مع بعض، يعني في اشكال حلوه قوي ليها وهو حجمهم صغير يعني فحلوين. مبروك عليكي. متحمسه ازاي؟ جبتي ايه كمان؟ طلعي وريهم. ده ايه بقى؟ ده جلاد للكتب، بيبقى جلاد شفاف زي ما انتم شايفين كده ان هو. بص احنا بيتخانقوا دلوقتي. خلاص يا دوده، خلاص يا يودا، العب في حاجتك. بصوا يا جماعه ده جلاد شفاف عشان خاطر الكتب والبلوك نوت. ده اللي هو اللزق الذاتي، بيبقى على حسب حجم الكتاب بتحطيه وتلزقيه، وبيكون شفاف عشان يحمي الكتاب ان هو ما يتقطعش او يدلق عليه ميه او اي حاجه، يبقى حاميه. فهو حلو قوي. الباك دي فيها 10، عامله تقريبا 50 جنيه تقريبا يعني، فحلوه قوي عشان خاطر الكتب بتاعت الولاد. دي مش هسلمها للمدرسه، هستنى لما الكتب تجيلي واجلدها وبعدين هتروح بيهم بعد ما الكتب تيجي يعني ان شاء الله. جبتي ايه كمان؟ اللانش بوكس. انت بتطلعي الحاجه الاول وريهم، دي ما بتطلع لكم الحاجات الكياكه بتاعتها، فاهمين؟ وريهم يا خلاصي. ايه ده؟ ايه ده؟ قوي كيوت قوي، لسه بنقول كيوت قوي. الستيكر طبعا بتاع الكتب اللي هو النيم تاج ده، عشان نعمل نلزقها على الكتاب او الكشاكيل. تمام، جبت لها واحده بيكون فيها وش بصوا. وظهر. كيوت قوي صح. حلوه. هم بقى طالبين لكل ماده يكون ليها الفايل بتاعه بالحاجه كلها، يعني لو اي ماده موجوده عندي مثلا عربي مع السكتش بتاع الورق اي حاجه تخص الماده الكشاكيل تبقى موجوده في قلب فايل بلون معين، فكل ماده ليها اللون بتاعها، وفي نفس الوقت الجلاد يكون نفس الوان الماده، فعشان ما يتلخبطوش تقريبا. فدي كلها بقى ايه ده كيوت جدا. الفايلات اللي هي بسوسته ديت، كيوت وكانوا قوي. طالبين كمان فايلات شفافه جبت لهم برضو. يا خالتي بصي الكياته. بس يا جماعه الكياته ده اسمه ايه ده يا جيما؟ اسمه ايه؟ اي دي. اي دي. بصوا ده يا جماعه اي دي اللي هو بتاع الاطفال اللي بيتحط فيه الاي دي بتاع المدرسه، تمام؟ فهي دي ما بيسلموا لها بيكون لونه ازرق نفس اللون اللبس، فطلع بقى اشكال كده حلوه. بصوا شكلها حلو قوي كيوت. كيوت. هي بقى برضه اللي مختاره الشكل ده، واختارها بينكي بقى وحركات ده لما استلم بقى الاي دي ان شاء الله لما تروحي المدرسه ده هنشيله وبنحط الصوره بتاعتك هنا واسم المدرسه، الكلاس بتاعها، الحاجات دي، رقم الباص عشان يبقوا عارفين هي مين. فلما نستلم بقى الاي دي بتاعها هبقى اركبه لها هنا، فطبعا ده مش هسلمه للمدرسه. ودي الجلادات، بصوا بقى، دي الجلادات بتاعت الكشاكيل لسه طبعا والقلم ده؟ هعملها. قلم كيوت. بصوا دي ما مقتنع ان ده قلم الوان، طبعا احنا عارفين الالوان دي، فاكرين واحنا صغيرين كان طفره ده في جيلنا، القلم اللي هو بسنون اللي هو فيه احمر واخضر وازرق، وانتوا اكيد فاكرينه طبعا. فدي ما اول ما شافتها انبهرت بقى بيه فعجبها، فجبت لها واحد، وهي مقتنعه ان هو الوان، يعني مش مقتنعه ان هو قلم جاف. تمام. وجبت ايه كمان؟ وريني. ماشي، كانوا عايزين ان هو الماركر ده واحد ازرق واحد اخضر واحد بينك، تمام؟ ده للمدرسه برضو. علبه الوان. بصوا يا جماعه الماركه دي شكلها حلو، اسمها دومز. عجبني فيها ان هي نصين، يعني القلم يعني ال 12 يعتبر 24. بصوا القلم يعني نص ونص، فهو حلو قوي. بصوا في حاجه مفاجاه. فجبت لها ديت، هم طالبين علبتين الوان، واحده للماث واحده للارت، فجبت دي للماث وكبيره للارت. فين الكبيره؟ البرايه. خلاصي كيوت قوي. بصوا يا جماعه البرايه بتاعتها، فبتقول لكم ان هي كيوت قوي. كيوت يا دودو زيك. جبتي ايه كمان؟ دول طبعا يا جماعه ايه، الكشاكيل والكراسات والسكتشات طبعا على حسب المواد. ودي الفاتوره. بصوا الفاتوره عامله ازاي. استيكه. بيتزا. استيكه على شكل بيتزا. طبعا دول هنجلدهم دلوقتي. ودول هو الجلو. انا جبت لها الوان اللي هي فلوماستر، طالبين علبه، وجبت لها من فابريكاس الالوان ديت اللي هي هتروح بيها على طول. جبت لها اللي هي 24 لون، دي اللي هي الحجم الكبير. دي الوان فلوماستر، دي كده الالوان. دي الحاجات اللي هم طالبينها في المدرسه. طبعا بقى يعني الافرخ طبعا انتوا عارفينها عشان الارت. طالبين هو ده الكامسو، وكمان الوان بقى اللي هم عايزينها. تعالي نشوفها. بصوا ده
طالبين كمان اللي هو الفوم جليتر ده، جبت لها منهم العدد طبعا والالوان اللي هم طالبينها. دي كده الحاجات اللي هم طالبين المدرسه. هنقعد بقى نجلدهم، احط الستيكر واكتب على الحاجه اساميها بالليبل يعني. طبعا في حاجات مش هتسلم زي البوتل، وفي الوان مش هسلمها، والاقلام طبعا. فين الاقلام؟ هنا هنا كمان كانوا طالبين اللي هو القص واللزق ده، جبت لها اللي هو الحجم الاي 4. بصوا ملون بقى كده. جبت لها علبه اقلام رصاص، جبت لها علبه. انا عندي من السنه اللي فاتت فابري كاسل، بس عايزه اقول لك انا مش لاقياها. يعني هو انا تقريبا ايدي حطيتها في حته بس انا مش فاكره فين. استخدمت على مدار الدراسه وفي الاجازه انا شلتهم بس مش لاقياهم. فالمهم اضطريت ان انا اجيب تاني. الماركه دي برضو اللي هي دومز دي، شكلها حلو يعني. بصوا اقلام الرصاص الماتيريال بتاعتها نظيفه قوي وملونه كده، فالاطفال بتحب الحاجات دي قوي. هو عموما 12 لون يعني، هم كلهم رصاص بس ملونين من بره كده زي ما انتم شايفين. وجاي معاها ايه استيكه وبريه كده يعني ايه احتياطي. فدول هخليهم لها طبعا في البيت، وتاخد احط لها 2 كده ولا حاجه في المقلمه وهي رايحه المدرسه. وجبت لها كمان مناديل، طالبين مناديل وطالبين وايب وطالبين معقم، فجيبوا لها بقى عشان ما الاقيش في الصيدليه. بص بقى ده زي المقلمه. ماشي. بس الصوص ده. بص بقى ده فيه صوص. وايه كمان فيها ايه تاني؟ بص النيك ده. المقلمه يا جماعه حلوه قوي، الماتيريال بتاعتها حلو. هي كمان خامه اللي هي الجنس، فهتبقى حلوه سهله يعني في الغسيل. مجرد ما تحط في الغساله مش هيبقى فيها مشكله. فهي كيوته وعجبتها قوي. المهم ايه، دي الحاجات اللي احنا جبناها. فاضل ايه كده يا دودو؟ فاضل ايه؟ شنطه. فاضل الشنطه وايه كمان؟ واللانش بوكس. واللانش بوكس وايه كمان؟ والتوكه والكوتشي والشراب. والتوكه والكوتشي والشراب. طبعا يا جماعه ما كانش في وقت ان احنا نلف على بقيه الحاجات ديت، فكان اهم حاجه بالنسبه لي الحاجات اللي انا هسلمها للمدرسه. الحاجات بقى التانيه اللي هي التوك والشرابات والكوتشي والشنطه دول لسه طبعا لما نروح المدرسه يعني هنستخدمهم. فانا يومين كده ولا حاجه بنزل اجيبهم لها. كنت فين؟ كنت فين بتلعب في ايه؟ بينكش في اي حاجه. المهم بقى يا جماعه، ديما بقالها فتره كده كانت شايفه حاجه وكانت عاجباها وكانت طالباها مني. كنت طالبه مني اجيبهولك. ده لا حاجه تانية شفتيها معايا على الانستجرام. اللانش بوكس. اللانش بوكس جه يا ديما. يس. ازاي؟ شفتي ايه رايك في المفاجاه دي؟ ازاي؟ ايه رايك بس؟ نفتح؟ يلا. الحقي. انت شرير. انت كتكوت. يلا سيبها يلا. بص متحمسه ازاي يا جماعه. ديما كان عاجبها لانش بوكس، شافته اونلاين وجيت اطلبه لها ما كانش موجود، واستنيته لما جه. بعد كده جه ما رضيتش اوريه لها، قلت خليها لها مفاجاه. فهي مقتنعه ان لسه قدامه شويه عبال ما يجي. فاحنا طبعا ما رضيتش افتحه، قلت هي تفتحه بنفسها. يلا هتعرفي تفتحي؟ يلا افتحي. يلا برافو. غمض. اوعي المقص. طيب استني. جاهزه؟ انا شايفاكي. اوعي تكوني بتبصي من تحت. مش هبص. اوعي. انا غمضت عيني. ملفوف ازاي؟ ماشي يلا غمضي عينك. شاطره. 3 2 1 فتحي. مبسوطه؟ ايه رايك؟ المهم يا جماعه، ديما كان نفسها في اللانش بوكس ده وشفناه اونلاين، فهي كانت مقتنعه بقى ان هو لسه مش هيجي دلوقتي. كل شويه تقول لي ماما اللانش بوكس اللي شفناه مش هتجيبولي. فانا جبته لها. مبسوطه كده. تعالي افتحوا بقى. قوي. يلا افتحي. بسم الله. بسم الله. انا مستعجله. مستعجله؟ بصوا يا جماعه، كيوت قوي. ده كده هو شكله. يلا افتحوا من هنا. ادي علبه، وهنا ايه؟ علبه. افتحي. افتح. انا شايفاها. واو. بصوا يا جماعه، دي كده العلبه الكبيره وفيها معلقه وفيها شوكه.
وبتتقفل كده. وريني. وجاي معاه علبتين صغيرين. دي كده العلبه اهو التانيه، وده كده غطا. تمام شكل كده يعني ديكور حلو. خلاص. مبسوطه بجد؟ متحمسه؟ مبسوطه قد ايه؟ بصي بقى يا جماعه، بصي دي ما ايه ده؟ واو ايه ده؟ راح بيكنيك. يا جماعه ده شكل اللانش بوكس اهو، شكله كيوت خالص خالص خالص. مبسوطه؟ عجبك؟ بجد؟ اكتر حاجه عجبتني انا متاكده. يبقى لك كل شويه تقولي هو مش هيجي يا ماما، انت جبتي لي ولا لسه؟ هتجيبوا لي ولا لسه؟ فالمهم ايه؟ المهم ان هو جه. المهم حاجه تبقى مبسوطه وبس كده يا حلوين. دي الحاجات اللي احنا جبناها للمدرسه. هنقعد بقى انا ودمدومه كده نركب الكشاكيل والجلاد ونظبط الدنيا ونحط الاستيكر عشان نستعد للاورينتيشن داي. فبس يا رب النهارده المشتريات تكون عجبتكم وكل سنه وانتم طيبين. واشوفكم على خير ان شاء الله. هم هيبداوا يتخانقوا ويمسكوا في بعض. باي باي.